جدعان 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 يمه. غريبة بنتي غريبة. اصحي يا بنتي اصحي. في ايه؟ عفريت الست زبيدة. عفريت مين؟ دي بتتحرك زي البني ادمين، انا هكشفها. استني اللي تأذيكي. سيبيني هكشفها. استني عندك، انت رايحة فين؟ الحقوني حرامية. ظبطتك يا مجرمة، عاملة نفسك عفريت عشان تخوفي الناس يا بنت الهرمة. انت مين يا ست انت وعايزة مني ايه؟ انت اللي عايزة. هي مخطوبة. دي البنت سعاد. مين دي بنت غريبة؟ انت تعرفيها يا غريبة؟ دي البنت سعاد. انت فاكراها هي اللي سرقت الحلق بتاعك؟ حلق بتاعك ايه وتلاقيه ايه؟ بلاوي وخلاص. بقول لك ايه بقى على المسا، خلاص قلنا لك معلش ما فيهاش حاجه يعني، روحي عشان الوقت متاخر، فهماني؟ بربطوها ولا حطوا لها كمامه ولا حاجه بدل ما هي ماشيه تهبر في الناس كده. ليلكوا باب حلل. ايه؟ الباب دي انا عارفاها، لكن حلل دي شتيمة؟ ايوه شتيمه. وساكتة وعاملة لي زي تمثال رمسيس؟ ما انا كنت لسه برفع ايدي عشان اضربها، قمت انت اتكلمتي. في ايه بقى يا دكتوره؟ افتكرتها زبيدة. هتفضلي تقولي زبيده زبيده لحد ما تطلع لك مره وتاذيكي. امال مين دي ام لسانين تلاتة؟ بنت غلبانه كده اسمها سعاد، زميلتنا. شغالة في البيوت؟ قصدي يعني في نقابة الشغالات؟ لا زميلتنا يعني عانس زينا. وايه اللي مرجعها متأخرة؟ اصلها بعد عنك، بتشيل طرح. ايه؟ انا اسمع عن اللي بيشيلوا الهم بيشيلوا حديد، انما طرح دي جديدة دي. بتشيل طرح، بتشيل طرح ورا الرقاصين. لبيسة رقاصة يعني؟ ما اعرفش، هي بتشتغل مع الرقاصين وخلاص. وعارفه ولا واحد في الحته بيسلم عليها ويقول لها اس السلام عليكم. وده مين ده اللي يقول السلام عليكم لواحدة بترجع الفجر ورئيسها بيهز وسطه؟ ما تقوم تنام يا بابا، مش معقول كده، انت صحتك مش حمل السهر. ايوه صحيح يا جدو، ادخل نام وبكره الصبح ان شاء الله ابقى اعمل في اميره اللي انت عايزه. دي مسؤولية يا ناس، مسؤوليتي أنا. وجيدة سايبة أميرة تحت مسؤوليتي أنا، يعني مش هنام قبل ما تيجي. اهي وصلت ست البنات الحلوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده انتوا عاملين نوبة صحيان ولا ايه يا بابا؟ في ايه؟ الحمد لله على السلامة يا وجيدة. الله يسلمك. انت تعبان ولا ايه يا بابا؟ لا ابدا يا ماما، مفيش حاجه. مفيش حاجة ده ايه؟ انت امتى هتخبي على امك؟ قولي لها بنتك اميرة سهرانة في الشوارع لغاية دلوقتي. ايه؟ هي مش استأذنت منك تحضر حفلة الباليه الروماني ولا اليوناني؟ ما شفتش وشها من 3 ايام. حصل خير، اهو جابر شافها بدالك، بس شافها في الشارع وبتركب عربية بسواق. بتقولي ايه يا فريدة؟ انت بتزعقي لي ليه؟ ما تشطري على بنتك. بنتك كدبت علينا يا وجيدة، وانا اتصلت بالمعهد وامن المعهد قال لي مفيش حفلة اصلا. اهي جت اهي. طب خليكي يا عم جابر. ولا حد يتكلم معاها الا مامتها. كنت فين يا بت؟ وحضرتك كنت فين؟ اخرسي، انا اللي اسال. ايه؟ هتضربيني انا كمان؟ واكسر ايه ده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ الله الله، فساتين سواريه متغطية بجواكت جينز. استني يا فريدة، كنت فين؟ كنت في حفلة في المعهد. كدابة. جدك سأل قالوا مفيش حفلات، كنت فين؟ جرى ايه يا اميره؟ ما تريح ماما وتطمنيها وتقولي لها كنت فين. كنت سهرانة مع بنات اصحابي. بالفستان والمسخرة دي مع اصحابك؟ عايزة الجيران يقولوا علينا ايه وانتي طالعة وش الفجر؟ يقولوا علينا ايه؟ لو سمحتي انت مالكيش كلام معايا، كفاية بقى السجن اللي انا عايشة فيه ده. اخرسي. سجن؟ راجعة لي وش الفجر وتقولي سجن؟ انتوا اللي خليتوني اكدب عليكم. ايه الحصاد اللي انتوا عاملينه عليا ده؟ انا عاوزة حريتي. اكتر من كده؟ هترجعي لي مالت ولا ايه؟ كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت، محدش له دعوة بيا. طب خد. مش كده يا وجيدة. سيبها سيبها يا بابا تربيها. انا بكرهكم كلكم، مش عاوزة اعيش معاكم. انت اللي بتكرهينا؟ ده انا بكره اليوم اللي ولادتك فيه، لازم اعرف كنت فين، لازم. انت غلطانه يا اميره، كان كفايه عليكي تعتذري والحكايه تخلص عند كده. انا لا يمكن هقعد هنا تاني. اخرسي، مش عايزه اسمع صوتك. لا مش هسكت وهعمل اللي انا عاوزه اعمله. انا مش عيله صغيره. تصرفاتك تصرفات عيله. كنت فين؟ مش عايزه تقولي الحقيقه ليه؟ الحقيقه انك حبساني هنا وانا مش هعيش في السجن ده. طيب انا هوريك السجن على اصوله، مش هتخرجي غير باذني.
هتروح المعهد جابر اللي هيوديك ويجيبك. ما اشوف اخرتها معاك انت وزبيده. اخر فرصه، قص لزق تنظيف بخار. امال فين التركيب؟ تركيب ايه يا بنت؟ تركيب الشعر عشان يبقى 5 وخمسة في عين العدو. يا رب. قولي لي ايه رايك؟ يعني بيني وبينك لو صورتي كانت محطوطه بدل البنات دول كان بقى احسن. يا بنت انا عايزه اشغل المحل. طب والله شكلي احلى من البت دي. زغراتي زغراتي. السلام عليكم يا غريب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا منيره. قولي لصاحبتك دي تقفل المحل ده وترحل من هنا، مش عايزين نشوف وشها تاني. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. وقولي لها كمان لو فتحت الكوافير ده احنا هنولع لها فيه. مين يا اختي اللي هيولع لي في المحل؟ ده انت كبيرك تولعي الوابور ويهب في وشك. ولاد الحلال كتير واللي ما يعجبهمش الحال المايل اكتر. ما يصحش الكلام ده، احنا مش عيال صغيرين قدامك. والله يا حبيبتي ده كلامي، واللي مش عاجبها كلامي تشرب من البحر. جرى ايه يا الدلعادي؟ انت داخله يعني وفارده قلوعك ليه؟ وحاطه غريبه في النص. لا بقى اتكلمي معايا انا. وشك في وشي وراجل لراجل. وانا اعرفك منين عشان اتكلم معاكي؟ يا اختي لا انا اعرف انت جيتي منين ولا ايه اللي حدفك علينا. اعرفك بنفسي، انا مخطوبه وما كنتيش تعرفي مين مخطوبه. اسالي عليا خالتي بسيمه ام روسيه. انا متصيطه قوي في القصيرين قوي. واسال عليكي ليه؟ ما الجواب اهو باين من عنوانه. جايه وجايبه لنا الشيطان في رجليكي وعايزه تفتحي لنا محل للمسخره وقله الادب. يا حبيبتي الحاره دي نظيفه وهتفضل طول عمرها نظيفه. يا سلام، هو احنا يعني يا منيره هنفتح مقلب زباله قدام المحل؟ ده كوافير. مش مكسوف على دمك يا غريبه؟ لا. الحاره ناقصه مسخره وقله ادب؟ هو الكوافير مسخره يا حبيبتي؟ وقله ادب، وانت اللي جايه تفتحي لنا محل للمسخره وقله الادب في الحاره. طب باذنك يا رب بقى ما تبقيش تيجي تعملي شعرك. انا لا هاجي عندك ولا اي بنت ولا ست في الحاره هتدخل هنا. انت بتتكلمي بلسان الحاره ليه؟ انت شيخة الحاره، انت نايبه تقيله في البرلمان. ما تطوليش معايا في الكلام واشتري نفسك ووفري قرشينك وارحلي من هنا. بنت يا غريبه، قولي لها ان انا باكل واحده زيها على الفطار ومش مخطوبه بتاعه القصيرين اللي تخاف من التهويش. بكره لما تلاقي المطرح ده بقى كوم تراب هتعرفي ان انا ما بهوش. هي البلد سايبه باذنك يا رب، في قانون وفي حكومه. قبل يا اختي القانون والحكومه ما يوصلوا هنا هيكون المطرح ده بقى كوم تراب. كوم تراب ازاي يعني؟ الفلوس اللي اتصرفت يا منيره ما يصحش يعني. خلاص يا حبيبتي اقلبوه بقى سنكاره ولا بقاله، انما كوافير لا. انت هتمشي الناس على مزاجك ولا ايه؟ الناس هنا يا حبيبتي ماشيه حسب الاصول، ولما واحده زيك عشان تكسب لها قرشين تفتح لهم مطرح يعلم بناتهم المسخره وقله الادب يبقى هتلاقي 1000 من يولع لك فيه. لا، كارت الارهاب ده ما ياكلش معايا يا جنتله. انا هفتح المحل يعني هفتح المحل. خلاص انت حر، انا حذرتك وذنبك على جنبك. وبعدين هنعمل ايه في الوقعه السوداء دي؟ اللي تعمله منيره المهديه تفسده بسيمه ام روسيه باذنك يا رب. القهوه يا جد. ايه ده؟ أميرة هانم جايبة لي القهوة بنفسها؟ لا، محدش هيقدم لك القهوه بعد كده غيري. نفسي أعرف إيه سر ال180. 180 يعني ايه؟ 180 درجة. انتي معاملتك معايا اتغيرت بنسبة 180 درجة. مش جايز يا جد واكون عرفت غلطتي وندمانه عليها ومش هعملها تاني؟ ده يبقى شيء رائع. معرفة الخطأ والندم عليه هو أول الطريق الصحيح. طب باي باي بقى يا جد لحسن اتأخرت على المعهد. عندك فين جابر عشان يوصلك المعهد يا جابر؟ يا جد لازمته ايه جابر بس؟ احنا مش خلاص اتصالحنا وقلت لي ان الاعتراف بالخطأ هم اول الطريق؟ بعد ما تنفذي العقوبة. هب شمال ها يا فندم. طب جربني المرة دي وهتشوف يا جدو. لا، طول ما انتي بتنفذي العقوبة هتحطي في اعتبارك انك ما تغلطيش تاني ابدا. ما انا قلت لك مش هعمل كده تاني. خلاص، دي مش اوامري على كل حال، دي اوامر ماما. طب اعمل ايه عشان تعفيني من العقوبة دي؟ ولا حاجة، نفذي العقوبة وبعدين اتظلمي. انا جاهز يا فندم. فندم يا فندم.
خلاص وصلها يا جابر. حاضر فين؟ جدع من زي ما فقط زجر آسف. هب شمال. ايه وقفت ليه يا ست البنات؟ بتحب تروح السينما يا عم جابر؟ بتسألي ليه يا مزمزيل؟ خد ال10 جنيه دي، انا هروح المعهد وانت ادخل السينما اللي على مزاجك. دي جريمة في حكم قانون البوليس، اسمها جريمة ترك محل الخدمة. طب بلاش تروح السينما، خد ال10 جنيه وادخل او روح اقعد على القهوة. بقت جريمة تانية، يبقى عندنا جريمتين، ترك محل الخدمة ورشوة، وانا هقول لسعادة الباشا على الجريمتين دول. لا بلاش تقول لجده، خد ال10 جنيه وبلاش تقول. دي جريمة جديدة اسمها تضليل العدالة، وانا لا احبذها. صباح الخير. صباح الخير يا شهيرة. انا كنت بدور عليك يا ماجي. وانا كمان، انا كنت لسه هاجيلك الكافيتيريا. ماجي، قلنا مفيش كافيتيريا تاني، ندخل مع بعض ونخرج مع بعض، ولا ايه؟ هو انا قلت غير كده؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ طبعا هي مفاجأة. مش تقولي لها مبروك؟ اقول لها مبروك على ايه؟ على انها اخيرا اعترفت انها كانت ماشيه في الطريق الخطا ودخلت معانا الطريق الصح. مبروك يا ماجي. ما قلتليش كنت بتدوري على ماجي ليه؟ لا معلش، ده موضوع خاص بيني وبينها. خاص؟ احنا خلاص ما عادش في بينا اي خصوصيات. مفيش انسان في الدنيا ملهوش خصوصيات يا سميرة، ده ضد المنطق. خصوصيات يعني اسرار، والاسرار دايما بتخفي حاجات نخجل نقولها. ده من وجهة نظرك الخاصة يا سميرة. دي وجهة نظرنا انا وماجي، مش كده؟ اللي تشوفيه. طيب عن اذنك، تعالي يا ماجي. يا ماجي اتحركي. ايه يا ماجي، هي سميرة لحقت تعمل لك غسيل مخ امتى؟ على فكره يا شهيرة، انا محدش عمل لي غسيل مخ، انا اللي رحت لها بنفسي. يعني رفعت لها الرايه البيضاء؟ ده الحل الوحيد. انا ما لقيتش قدامي طريقه تانية عشان اتقي بيها شر سميرة وشر الجماعه بتاعتها الا دي. انك تبقي واحده من الجماعه دي؟ قلت لك قبل كده مليون مره، انا مش قد سميرة ولا قد الجماعه بتاعتها. يعني تبقي مجرد تابع ليها، تنفذي الاوامر وانتي ساكته وتلغي عقلك وشخصيتك وحريتك. مش جايزه اكون بخدعهم واكون بظهر قدامهم بالمظهر اللي هم عايزين يشوفوني عليه، يعني عشان يسيبوني في حالي. على فكره مش انا لوحدي اللي بعمل كده، بنات كتير قوي بتعمل كده. يعني كمان تضحكي على نفسك وتجاريهم وتبادليهم مشاعر مزيفه. يا شهيرة يا شهيرة، انا الطرف الضعيف، والضعيف لازم يتحايل على الظروف. يا خساره يا ماجي، وانا اللي كنت بدافع عن حقك في حريتك وحريه شخصيتك. مش انا لوحدي اللي بعمل كده، بصي حواليكي هتلاقي الدنيا كلها بتعمل زيي. الكلام مش كده يا منير، الكلام اخد وعطا يا اختي. الكلام مش هيغير حاجه يا خالتي. ايوه بس دي جاتلك لحد باب بيتك، وواجب عليكي بقى تسمعي هي عايزه تقول لك ايه. اللي هي عايزه تقوله انا عارفاه. هي فاكره انها تقدر تلف في دماغي بكلمتين من بتوعها، لكن لما يكون الموضوع هيمس الحاره وبناتها يبقى الكلام خلص. خلاص بلاش كلام. ممكن اسالك سؤال؟ نعم. انت ليه عدم اللامؤاخذه بتتكلمي بلسان الحاره؟ عشان شايفه حاجه غلط، ولما يكون الغلط هيطول الكل يبقى اتكلم بلسان الكل. طب ما تخلي كل واحد يتكلم بلسان، محله مفتوح، اللي عايز يدخل اهلا وسهلا باذنك يا رب، واللي مش عايز يدخل هو حر. ولا ايه يا جدعان؟ عداكي العيب يا مخطوبه، وكل واحد بقى حر ببناته. ونحط البنزين جنب النار ليه يا خالتي؟ المحل ده هيزغلل عينين البنات والمسخره تشتغل. هو المحل اتفتح عشان المسخره تشتغل؟ الله، انت شمتيها على ظهر ايدك. ونستنى ليه لما يحصل؟ المثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. طب خلاص اديني شهر وبعدين احكمي. عداكي العيب برضه يا مخطوبه، ما هي الطبخه بتتعمل الاول وبعدين بنحكم عليها بعد كده اذا كانت حلوه ولا وحشه. الجواب باين من عنوانه. يلا يا اختي بقى وفري قرشينك وشوفي هتروحي تفتحي محل الكوافير ده فين. لا بقى، البلد فيها قانون. انا هروح اعمل لك محضر واقول ان انت عايزه تولعي المحل.
اعلى مفخلك اركبيه. خلاص مادام مش عارفين نتفاهم، القانون باذنك يا رب ياخد حقه. لا بلاش السكات يا مخطوبه، انتوا تحلوها بينكم وبين بعض احسن. انا عاوزه احل، الانسه اللي مش عايزه تحل فرضه رايها على مخاليق ربنا، مش عارفه ليه. انا يا اختي ما بفرضش رايي، انا بس ما بيعجبنيش الحال المايل. فين المايل؟ ما هو معدول وفي النور اهو يا جدعان. خلاص نبقى متفقين. شوفي بقى ناويه تقلبي الكوافير ده ايه؟ جزاره ولا محل سندوتشات؟ لا كوافير، كوافير باذنك يا رب. انت حره، ذنبك على جنبك. لا بقى ما يغركيش منظري، ده انا اللي يرشني طرطشته واللي يهشني اهبشه وادافع عن اكل عيشي اللي انت عايزه تقفليه بالضبه والمفتاح. خليكي شاهده يا خالتي. لا بقى سيبي خالتك والحاره كلها، المشكله بقت بيني وبينك. وانتو خلاص يا عم جابر، مهمتك انتهت. المعهد اهو، باي باي. انت رايح فين يا عم جابر؟ انت مش التعليمات اللي عندك انك توصلني لحد المعهد؟ ايوه. امال ماشي ورايا ليه؟ هتدخل ورايا المعهد؟ لا هستناك لحد ما تخلصي عشان اروحك. تستناني فين يا بني ادم؟ هجيب كرسي من الامن واقعد هنا لحد ما تخلصي. انا هخلص الساعه 8، هتقعد تستناني 10 ساعات؟ احنا متعودين على كده، كنا بنقعد نراقب المشبوه 4 ايام بلياليهم. مشبوه؟ يعني ايه؟ يعني اللي حط نفسه في موضع المشبوهيه يبقى مشبوه. لا انا لا يمكن هستحمل، انا مش ممكن. طب انا عندي فكره كويسه يا عم جابر، ايه رايك تروح دلوقتي وترجع تاخدني الساعه 8؟ ماشي يا ست اميره. اوكي يا عم جابر. اوكي يا ست اميره. باي باي. مفاجأة ب1,000,000 دولار يا ماهر. استنيتك حسب ميعادنا يا ستي، ولما ما جيتيش قلت اجيلك اشوفك يمكن اعرف اقابلك. ثانك يو على اهتمامك يا ماهر. بس قولي لي مين الجدع اللي كان واقف بيتكلم معاكي بره ده؟ ده شكله كده زي ما يكون مخبر. هو فعلا صول على المعاش. طب وده عاوز منك ايه؟ ده عقابي علشان رجعت البيت متأخرة. مامي قررت ان حصول جابر هيوصلني ويرجعني كل ما اخرج. مش ممكن. معقول مامتك تكون بتفكر بالعقليه المتخلفه دي؟ مامي كانت واخدة في شنطة سفرها لأمريكا كل عاداتها وتقاليدها اللي عاشتها هنا. وبعدين بقى ده انا كنت مرتب لك حته فسحه. خساره. كنا هنروح فين؟ كنا هنطلع العزبه بتاعتي 30 كيلو بره القاهره. كنا هنقضي اليوم هناك، نصطاد سمك، نركب خيل. أنا بموت في ركوب الخيل. وكمان كنت عازم شويه من اصحابي عشان نعمل بارتي بالليل. خليها يوم تاني يا ماهر، أنا هعرف ازاي أقنع مامي إنها تدفع العقاب ده. زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش. ليه بتقول كده يا ماهر؟ يعني كنت فاكر اني خلاص لقيت البنت المتحرره من كل العقد والتخلف. الوضع ده مش ممكن هيستمر، أنا كمان مش هقدر أعيش في الخنقة دي. قلبي عندك يا أميرة، لسه في عز شبابك وعاوزين يحبسوكي جوه البيت. استحمل شوية علشان خاطري يا ماهر، أوعدك إن حياتي كلها هتتغير. طيب يا أميرة، أمشي أنا بقى. بس اوعى تروح العزبة من غيري. وأنا مش عاوز غيرك. باي. صباح الخير يا أميرة. هاي يا أيمن. مبروك. على إيه؟ مش اللي كان قاعد هنا ده خطيبك؟ مين اللي قاله إنه خطيبي؟ يعني قعدتكم بتقول كده. ده مجرد صديق. صديق، بس شكله أكبر منك بكتير، وبعدين شكله غني قوي يعني. ما كنتش أعرف إنك قوي الملاحظة قوي كده. خدي بالك من نفسك يا أميرة.
بسم الله والحارس الله، ايه الجمال ده كله؟ شفتيني وانا مستحمى يا بنت يا مخدوع؟ انت كبيت ميه خدرت كده بسرعه؟ وهدومي اهي. فين هدومك دي؟ قصدك على شجره العيله دي؟ جميله جميله جدا. انا سرقتهم من وزاره الزراعه؟ لا، من واحد بياع بعربيه وهو الحمار. قصدك عربيه ياد؟ يا خراشي، ده انت نبيهه قوي، نبيهه. ايه الشنطه الدبلوماسيه دي؟ عندك مؤتمر؟ فيها ايه يا مخلص؟ اقول لك وما تقوليش لحد. فاضيه. عايز تعمل افندي بس حافي؟ علشان يقلدوني. هو انت بتفهمي في كل حاجه كده؟ ايه ده؟ من ذوقك يا عسل. انا عسل؟ الله، انا عسل. عسل اسود. يوم ما قلتها حقك عليا مش هقولها تاني. جه اليوم اللي واحده زي راتة القشة تقول لي يا عسل. انا عسل. لا، عيب. طيب يا مخلص عيب. قول لي باذنك يا رب كده، انت ساكن في انهي جنينه؟ قصدي في انهي خرابه؟ انا ساكن مع واحده بتقول انها اختي، بس هي كدابه. انت اللي اخوها. يا لاوي، هو في ذكاوه كده؟ وسعي بقى علشان اروح اجيب لك الشبكه. نفسك في ايه؟ بمناسبة الخضرة دي، نفسي في خصاية بقلب حلو كده عيار 18. خصاية بقلب حلو كده عيار 18. خليك قريب بالشجرة دي، احتمال اعمل حادثة. انت متأكد من نمرة العربية يا شاويش جابر؟ متأكد يا فندم، احنا ياما رصدنا نمر عربيات أثناء الخدمة. ومتأكد انها نفس العربية اللي كانت مستنية أميرة تحت يوم ما سهرت؟ هي يا فندم. المرة اللي فاتت كان سايقها سواق، لكن المرة دي صاحب العربية بذات نفسه هو اللي سايقها. وايه تحليلك الشخصي للشاب ده اللي سايق العربية؟ هو ولد بتاع 35 سنة، حاطط ريحة كده غريبة عباية الشارع كله تدل على انه غني ابن غني ومن ظهر غني. الولد ده انت فاكر معاليك شوية العيال اللي كنا مسكناهم سنة 92 وكانوا بيعملوا حفلات للشيطان؟ مالهم؟ ده ولد من العينة دي، يعني شيطان ابن شيطان ومن ظهر شيطان. كلامك يقلق يا جابر. طبعا لازم تقلق يا معالي الباشا، وخصوصا ان هو راح لها لحد المعهد. والبنت عملت ايه لما شافته؟ هي تجاهلته في الاول، بس هو دخل المعهد وهي دخلت وراه. ما دخلتش ليه وراهم؟ انا خفت الست اميره تلمحني وتعرف المعلومات اللي تحت ايدينا. على كل حال من نمرة عربيته هعرف اجيب قراره. والست وجيده. مالها وجيده؟ مش نبلغها برضه بالمعلومات دي عشان تعرف ان بنتها؟ لا، وجيده كفايه اللي هي فيه. ها يا مخطوبه، نويتي تعملي ايه؟ مشكلة غير متوقعة. دي قويه وقادره. يعني محل فيديو فتح عندنا قبل كده قفلته له في اسبوع واحد وجابت ظرفه. هو المحل كان من غير ظرف؟ لا، قفلته له يعني للدرجه دي كلمتها مسموعه؟ بقول لك مفتريه وقادره، دي ممكن تقلب علينا الحته كلها في ساعه زمن. منيره فاهمه هي بتعمل ايه، بتضغط على الناس بحجه الاخلاق والسمعه. يعني ايه؟ يعني حضرتك ناويه تقفلي المحل قبل ما نفتح؟ يا غريبه، انا مش هدفي المحل، انا هدفي اتصالي ببنات وستات الحاره، موضوع الرساله. افهم من كده ان حضرتك هتسيبي المحل مفتوح وتعنديها، صح؟ هيفيد بايه لو فتحت المحل ومنيره ضغطت على اهل الحاره وخلت الستات يقطعوني؟ ما انت كده مخولتيني. هتفتحي المحل ولا هتقفلي المحل؟ مش عارفه برضو. لو ما فتحتوش معناه ان انا خايفه منها، واكدت لها ان الكوافير مصدر فساد ومسخره. ما اعرفش طلعت لنا من انهي مصيبه، بنت ريخمه غلاسه معقده بجد يعني. انت عارفه عشان كده عنست، كل ما يجي لها عريس يطفش منها، تقعد تقول له عيب، ما يصحش، حرام، لغايه ما العريس يزهق. لازم يزهق يا بنتي، الحياه ابسط من كده، ربنا بيقول يسر ولا تعسر. صدقني يا انكل المهم بخير والحمد لله. انا مش عارف يا ترى انت بتقولي الكلام ده يعني
تاخديني على قد عقلي وتطمنيني، ولا هي يعني ماما فعلا بخير؟ اصل انت ما عندكيش فكره، معزه ماما عندي كبيره قوي. من كتر ما حضرتك بتسألني عنها انا عرفت. يعني مثلا هي ماما بتفطر لما بتصحى الصبح؟ اما بتتغدى يعني؟ طبعا بتفطر. اصل انت ما عندكيش فكره، الفطار ده شيء حيوي جدا في حياه الانسان. الانسان لما يصحى الصبح يفطر كويس الحياه تبقى وردي ويعيش كويس ويبص يلاقي الحياه حلوه. لكن لو ما فطرش الصبح بيبقى يعني مغموم ومقريف وعنده صداع ويبقى عايز يتخانق مع خيال. ليك عليا الصبح اول ما اصحى من النوم اروح اشوفها بتفطر ولا لا. على اذنك بقى. لا طب بس كنت عاوز اسالك سؤال كمان. اخبارك ايه؟ عامله ايه في المدرسه؟ الحمد لله. وعامله ايه في ماده التاريخ بالذات؟ الماده دي يا انكي اللي ما تسالنيش عنها خالص، دي الماده الوحيده اللي انا مش مطمنه لها. ازاي تبقي مش مطمنه لماده التاريخ وانا موجود؟ انت ما عندكيش فكره ان انا اجمد مدرس تاريخ متميز في المنطقه التعليميه كلها؟ لا انا تحت امرك، لازم اساعدك كام حصه كده وهخليك تحبي ماده التاريخ. ميرسي جدا يا انكي، ده هيكون اكبر جميل حضرتك عملته فيا. ده انت اللي عملت فيا اكبر جميل حصل لي في حياتي. ما هو انت كان لازم تتوقعي موقف معادي زي موقف منيره دي زي ما تكون تريلا وماشيه في شارع وان واي وزحمه. بالظبط كده. بس عارفه ليه؟ لانك دخلت المجتمع ده بتحاولي تزرعي فيه افكار ومواقف جديده، وده هو الصعب. الناس في العاده ما بتتقبلش التغيير والجديد بسهوله، بيخافوا على استقرارهم وعلى عاداتهم. ليه يا اخويا؟ ليه يا دكتور؟ اول مره يسمعوا عن موضوع كوافير؟ لا، بس اول مره الكوافير يدخل عندهم في الحاره، وهو ده الجديد اللي خايفين منه وهيتعودوا عليه بصعوبه جدا. اوكي، يعني دي ثوره مضاده يا دكتور؟ لا مش للدرجه دي يا وجيده، بس ده رد فعل طبيعي لمشروعك الجريء ده. اوكي، وانا قبلت التحدي. لا بالهداوه يا وجيده، بالهداوه ومن غير اي اندفاع ارجوكي، لانه اذا بدا صراع بينك وبين حد من سكان الحاره، اهل الحاره كلهم هيقفوا مع منيره ضدك، وده طبيعي لانك غريبه عنهم وهم اهل حاره واحده. ولو حصل الصراع ده فعلا هيشكل خطوره على استكمال مشروع الرساله. انا باذنك يا رب يعني ان شاء الله كده هكسب الصراع ده، ولا حضرتك مش واثق في قدراتي؟ لا مش مساله ثقه، انا واثق طبعا في قدراتك، بس اللي عايز اقوله لك يا وجيده ايه بالظبط، انه الحكايه مش لعبه. انت بتتعاملي مع ناس يعني مشاعر واحاسيس، يعني حياه كامله، واذا بدا الصراع ده هتبقى نتائجه سيئه جدا. يعني ممكن منيره تنفذ تهديدها وتولع في المحل؟ لا مش بس تولع في المحل، ده ممكن يأذوكي انت شخصيا، خدي بالك ارجوكي، لان منيره هتجمعهم كلهم كاهل حاره على فكره واحده ثابته، ان مشروعك ده هيبوظ اخلاقيات بنات وستات الحاره كلهم. نعم بقى الوليه السايكو دي يا اخويا الوليه يعني الست دي تتحكم في الحاره رجاله وستات؟ مش بقول لك انك فعلا واخده الموضوع بشكل شخصي وجيده، انا بدات فعلا اخاف عليكي. واي يا دكتور واي؟ لانه واضح قوي انك واخده المساله بينك وبين منيره بشكل شخصي. كلامك عن الست زبيده والوقت الطويل جدا اللي انت بتقضيه في الحاره، كل دي مؤشرات مش مخلياني مطمن عليكي. طب حضرتك بتقترح ايه؟ لا وجيده، انا اقترح انك توقفي البحث الميداني للرساله مؤقتا كده لحد ما الامور تهدى شويه. نعم يد العدو، قصدي نعم يا دكتور يد العدو، ده انا لو وقفت المشروع تفتكر ان انا خايفه منه. وانا المشرف على الرساله وبطلب منك بشكل رسمي توقفي البحث الميداني وتكتفي بالجانب النظري بس. دكتور بليز عشان وبعدين يا وجيده لازم تفهمي ان انا خايف على مصلحتك. الهدنه دي هتديكي فرصه تعيدي ترتيب افكارك من جديد، وتديكي فتره راحه انت في اشد الحاجه ليها. يا وجيده ده انت من ساعه ما نزلتي من امريكا وانت دافنه نفسك في الشغل وفي الرساله. بصراحه انا خايف قوي يكون ده هروب. أنا كمان كنت عايز أقول لك كده يا وجيدة، بس خفت لا تفتكري إن أنا بشتكي من البنات. أنا عارفة إنهم مسؤولية يا بابا، تلاقيك في سرك بتقول الخلفة واللي خلفوها، جيت قلبت الحياة وقلبت الدنيا عليك. يا بنتي ده كان بيني وبينك 7000 كيلو،
وكنت برضو مهموم بمشاكلك ومشاكل البنات. كنت فاكرة لما هيكبروا يا بابا هيشيلوا عني الهم، اتاري ولا حاجة. يا بنتي دي مرحلة مهمة جدا، مرحلة سن المراهقة. لازم تكوني جنبهم كويس قوي، تراقبيهم، ترصدي تحركاتهم بلا قيود، وتراقبيهم وبلا ضغوط. صح. انا بفكر اخد اجازة يا بابا، التايم اوف ده اقعد معاهم شوية وراقبهم. وانا معاكي يا بنتي. ربنا يخليك ليا يا بابا، انا مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. ايه كنت هتعملي ايه يعني؟ كنت هعمل بامية. وانا حمل اللحمة الضاني يا بنتي. ايه ده كله، ايه ده كله يا فريدة؟ عادي. لا ده مش عادي يا ست النصر. يعني اديني بحاول. زي القمر والله يا فريدة. ميرسي يا وجيده، ربنا يخليكي ليا. ايه رايحة المستشفى؟ مستشفى؟ هروح المستشفى ليه؟ هو انا صدري مكتوب عليه زياره المرضى؟ لا يا بابا، انا رايحه لواحده صاحبتي اتجوزت الاسبوع اللي فات. مدرسة عندك في المدرسة؟ لا دي دفعتي يا وجيده، نظره زي. يعني من سنك؟ ماله سني يا بابا، ماله سني؟ يا بنتي انا ما اقصدش، انا قصدي يعني. تقصد ايه بس؟ يعني اللي في سني ما يتجوزش؟ بابا مش قصده كده يا فريدة. امال ايه يا وجيده؟ انا ممكن اتجوز وانتي ممكن تتجوزي، حتى بابا ممكن يتجوز. الناس بره في كندا بيتجوزوا لغايه 104 سنه. خلاص يا فريدة، ما كانتش كلمة قلتها. راعيني يا بابا، اللي فاتها الجواز ما بتتضايقش ان فاتها سن الجواز، لكن بيعذبني نظرة عينيك، بتحسسني ان انا جثة ماشية على رجلين، بتحسسني ان انا زي خيل الحكومة لازم تضربه بالنار. لما الناس اللي حوالينا تعمل فينا كده، امال الناس الغرب يعملوا لنا ايه؟ يا فريدة احنا اكتر ناس نبقى فرحانين لك وفرحانين في نظرة الامل اللي في عينيك. خلاص يا وجيدة، خلاص انا مش متضايقة، انا خارجة يا بابا. عايز حاجة؟ لا يا بنتي مش عايز. اتفضلي روحي يا فريدة، وحقك عليا يا بنتي، روحي يمكن ينولنا حاجة من بركاتها. اما اروح الحق ابارك لها قبل ما تتطلق. وانا كنت قلت ايه يعني عشان ده كله؟ كان لازم يعني تجيب سيرة السن، اهي رفعت سن الجواز ل 104 سنة. يا هويدا يا بنت ركزي معايا، اسمها موقعة قادش مش كاشش. لا هي موقعة كاشش. يا بنتي انا مدرس اول تاريخ وبقول لك موقعة قادش. يا سلام، ما هم برضه اللي مؤلفين الكتاب دول معاهم دكتوراه في التاريخ وكاتبينها كاشش. يو يا هويدا ما تتعبيش اعصاب، انا مش مستحمل. اسمها قادش، حط الدال مكان الشين. ماليش دعوة، أنا هكتبها زي ما مكتوبة في الكتاب. يا بنتي هتسقطي، هتاخدي 0. قادش، قومي افتحي. لا ركبتي بتوجعني. انا خالك وبقول لك افتحي الباب. الله، يعني خلي يعني يجيلي تمزق في الأربطة. ربطة هتسقطي. قادش مش عارفين قادش فاشش. مساء الخير يا استاذ كمال. مساء الخير يا ست النظر. مساء الخير يا هويدا. مساء الخير يا رنا. ازاي طنط؟ انا سمعت انها تعبانه. الحمد لله هي دلوقتي كويسه، هي كانت فعلا تعبانه بس بقت كويسه. الحمد لله. اصل البواب قال لي انها اتنقلت المستشفى. هي ساعات بيطلع كده في مخها انها تروح المستشفى لانها تعبانه، وانا بهودها يعني. بناخدها في التاكسي يلف بينا شوية وهيتنسى ونرجع بيها تاني على البيت. انا قلت لا تكون تعبانه ولا حاجه، وزياره المريض واجب، وانتوا خيركم سابق. انت اللي كلك ذوق وخيرك دايما سابق يا ست النظر. بسبتك يا ست النظر، عمرك سمعت عن موقعة اسمها كاشش؟ ايوه يا استاذ كمال، اعتقد اني سمعت عن الموقعه دي. انا جبت حاجه بسيطه لماما، شويه شوكولاته، عارفه انها بتحب الشوكولاته. كاشش؟ عن اذنك اديها خبر. منورة يا طنط. ميرسي يا حبيبتي. ها عامله ايه في المدرسه؟ يعني نص ونص، اصل انا مش ناويه اكمل تعليمي، انا ناويه اتجوز واقعد في البيت اربي العيال. يا ساتر يا رب، ليه بس يا هويدا؟ ده المرأة بقالها مكانة في المجتمع كويسة، والمرأة المتعلمة تقدر تفيد أولادها برضه. ايه الفكرة الغريبة دي؟ يا طنط انا ناويه اشتري دماغي، بدل اما الصحيان بدري وزحمه المواصلات ومقلب الزملاء في الشغل، انا ناويه اشتري دماغي واقعد في البيت.
على مهلك شوية عليا. وفين أحلامك وطموحك؟ فين أمالك؟ اتفضلي يا ست النظرة، اتفضلي. عن إذنك يا هويدا. خير، يبقى بعت لي حته شوكولاته. اتفضلي. سلامتك يا طنط، ألف سلامة. كتر خيرك يا بنتي. كمال ولا يا كمال، العلبة دي فيها ايه؟ دي علبة شوكولاتة يا أمي، ست النظرة جايبها لي، طول عمرها صاحبة واجب. كتر خيرك يا بنتي. العلبة دي جاية ليا أنا، تاخدها وتجري بيها على أوضتك عشان تقرقشها. اوعى، قالت ليا أنا. ها يا أختي، تقيلة قوي كده ليه؟ أنت حتى زلط فيها. دي شوكولاتة يا طنط، إن شاء الله المرة الجاية أجيب لك علبة أكبر منها. ادي الجيران ولا بلاش. ازاي مامتك يا حبيبتي؟ مامتي الله يرحمها من زمان يا طنط. يا أمي حضرة النظرة، واخدة بالك يا ست الحبايب، حضرة النظرة سمعت إنك تعبانة وجاية تطمن عليكي. خليها تتفضل، موقفها على الباب ليه؟ ما هي اتفضلت يا أمي وجاية تزورك أهو. اتفضلي يا ست النظرة، اتفضلي. هي دخلت واتفضلت يا أمي. طيب عن إذنكم أنا بقى. اتفضل يا أستاذ كمال. الحقيقة الأستاذ كمال يزين ما ربيتي، ما شاء الله عليه، أدب وأخلاق وذوق. وجوزك ما جاش معاكي ليه يا ضنايا؟ تلاقيكوا دقيتوا مع بعض خناقه لرب السما على مصروف البيت. اصل انتوا كده يا بنات يا صغيرين ايديكوا مخرومه. لا يا طنط، أنا مش متجوزة. طلقك؟ أما قليل الأصل صحيح. وبرضو مش متطلقة، يعني ما اتجوزتش وما اتطلقتش. ليه يا بنتي؟ هو انت عندك كام سنة؟ تديني كام سنة؟ صغنونة شكلك قد العصفورة، يعني 65 سنة. لا، هم زادوا من حضرتك شوية. يا عيني يا بنتي، بس تلاقيكي بقى شايلة الهم، ولا عيل ولا جوز. هي دي تبقى عيشة. هعمل ايه؟ اسم ونصيب يا طنط. لا، اسم ونصيب مالهم؟ هم الرجالة اللي ما بيقدروش الحسب والنسب. عارفة، أنا حبيتك قوي 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 يا زينب. فريدة يا طنط. زينب ولا إحسان ولا نبوية، كلكم واحد. يلا. كل اللي يجي من حضرتك كويس يا طنط. طب لو قلتلك إن جوازتك هتبقى على إيدي وقريب قوي، هتقولي إيه؟ أقول يا رب يا طنط. انا عارفه انت عايزه تقولي ايه يا بهيره، ان انا مشغوله عنكم بشغلي، مش كده؟ يا مامي يا حبيبتي، احنا مش صغيرين. اي ست عامله بتنشغل بعملها، وكونك انك تحققي طموحك فده حقك. امال انت عايزه تقولي ايه؟ انت وعدتيني يا مامتي انك مش هتزعلي مني. انا هتشل وهتنقط بس مش هزعل. قولي. بصراحه يا مامتي، حضرتك مش مراعيه الفرق بين هناك وهنا. احنا هنا ولا بنخرج ولا بنروح الكلاب، حتى اللبس اللي كنا متعودين عليه هناك مش بنلبسه هنا. يا مام، احنا مش متعودين على الحبسه دي. احنا هنا ولا بنروح السينما ولا حتى كمان لينا فريندز يا مام. كبرتي يا بهيره. مش انا بس يا مامتي، ولا انت عايزه تصغري نفسك يا جوجو؟ بت، انا اصغر منك، بصي في المرايه يا بنتي. اللي حياته بتتلخبط في البدايه صعب قوي يصلحها. انا املي في الدنيا ان اجنبكم كل الاخطاء وانتوا في بدايه حياتكم، عشان انتوا اعز الناس عندي. يا مام، طب وده ايه علاقته بالحبسه اللي احنا فيها دي؟ حتى اميره اختي الكبيره ما بتروحش المعهد غير وهي وراها السور. عشان غلطت. انا لو طلت امشي الامن المركزي كله وراها همشيه. في ناس بتتعلم من اخطائها، وفي ناس بتتعلم من عقابها على اخطائها. ما تفكرنيش. وبالنسبه لظروف الخروج والسينما والنوادي، احنا ظروفنا دلوقتي مش زي الاول يا بنتي. معلش هقولك، ابوك الله يرحمه مغرقنا بالديون، وانا مرتبي على قدي. على فكره، وجودنا عند جدك ده شايل عني عبء كبير جدا. لازم نتكيف مع الحياه الجديده.